ارتفاع التكاليف يجر المنتجين إلى الإفلاس. الدجاج مهدد بالانقراض في الجزائر. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال. رجعت لكم بفيديو جديد، وهذا الفيديو حول موضوع ارتفاع أسعار الدجاج. لا تنسوني فضلا وليس أمرا الإعجاب، اشتراك، تفعيل الجرس على الكل لكي يصلكم كل جديد بإذن الله السميع العليم. أصبح الدجاج مهددا بالانقراض في الجزائر بسبب الأزمة التي يعيشها مربو الدواجن الذين دخلوا رسميا المنطقة الحمراء مع هروب جماعي من هذا النشاط الذي كان يحفظ ماء وجه المائدة الجزائرية. لكن الحق الضرر بالمستهلك والفلاح في نفس الوقت، ذلك بسبب ارتفاع الأسعار الرهيب. والواضح لجأ العديد من المواطنين إلى تناول وجبة الأسماك. العلاقة بين المستهلك ومربي الدواجن كانت عادية منذ أشهر قليلة. اليوم كان سعر الكيلوغرام من الدجاج يتراوح بين 250 دينار جزائري و 300 دينار جزائري، وكانت الأمور في صالح المستهلك. السنة الماضية يوما وصل الأسعار إلى 770 دينار جزائري أو أقل في بعض الحالات، وكان ذلك بسبب الوفرة وزيادة العرض وجاهزية الدجاج عند أغلبية المربيين في وقت واحد، الأمر الذي ترتب عنه خسائر كبيرة وسط المربيين الذين ضيعوا مبالغ مالية ضخمة دفعت بالعديد من الفلاحين إلى تجميد نشاطهم. وأمام هذه الوضعية سجل تراجع في تربية الدواجن وندرة في المنتج، لكن هذه المرة ليس فقط بسبب قلة العرض الذي اعتاد عليه الشعب في السنوات الماضية، بل تفاقم الأمر هذا العام مع الارتفاع المذهل لسعر الأعلاف. يعني كان ارتفاع سعر الأعلاف سببا من أسباب ارتفاع أسعار الدواجن. رب يكون في عون الإنسان، يعني المواطن، ورب يكون في عون التاجر الفلاح. فبالنسبة لمادة الصوجة التي كانت سعرها يتراوح بين 5800 و 6500 دينار جزائري للقنطار، ارتفع إلى أن بلغ 13,000 دينار جزائري، ثم سجل تراجع طفيف. وأما الذرة التي كان سعرها يتراوح بين 2600 دينار جزائري و 3000 دينار جزائري للقنطار، وصل اليوم إلى 7000 دينار جزائري، ما يعني أن تكاليف تربية الدواجن تعرف ارتفاعا مذهلا. وحسب المختصين فإن هذه الزيادة سببها ارتفاع أسعار هذه المواد في البورصة العالمية، ويعود ذلك إلى اقتناء جمهورية الصين الشعبية لشحنات كبيرة غير معهودة ترتب عنها أزمات عالمية كان لها انعكاسها على مختلف الدول، بما في ذلك الجزائر التي تستورد مادتي الصوجة والذرة من الخارج باحتياج سنوي يقدر ب 1.2 مليون طن من مادة الصوجة، بينما تقدر احتياطات القطاع لمادة الذرة أيضا يعني نفس السعر بالتقريب. إذا هذا هو سبب ارتفاع أسعار الدواجن، ليس له علاقة بالمواطن والفلاح فقط، بل هنالك أمور خارجية هي التي تتحكم في ارتفاع سعر الدواجن. ومع تراجع قيمة الدينار فإن تكلفة تربية الدواجن ارتفعت مع استقرار الارتفاع واستمراره لمدة طويلة، ما يعني أن التكلفة ارتفعت ولم تعد كما كانت عليه في السابق. وتعقد القطاع مع ارتفاع سعر الصيصان التي بلغت 160 دينار جزائري، وبالتالي فإن الانطلاقة وبداية دورة التربية تكون مكلفة للغاية، تليها مصاريف العلف، العناية اليومية، ومصاريف الكهرباء والغاز والأدوية. ولذلك كانت النتيجة ارتفاع في السعر الذي اجتاح السوق الجزائرية واقترب من 500 دينار جزائري، ما يعني أن الدجاج التي تزن 3 كيلوغرام يصل سعرها إلى 1500 دينار جزائري، وهي قيمة ليست في متناول أغلبية المستهلكين، وأهالت الدجاج للانضمام إلى قائمة المواد الغذائية المستعصية على الجزائريين، الأمر الذي ترتب عنه تنظيم حملة مقاطعة واسعة للدواجن. وبالفعل أصبح بالتقريب جميع الجزائريون يتجهون إلى اقتناء الأسماك
لكن بالنسبة للفلاحين فإن الدجاج سينقرض دون الحاجة إلى المقاطعة، ومسيرته ستتوقف عند المصدر، لأن أغلبية المربين توقفوا عن النشاط بعدما تكبدوا خسائر معتبرة، مع استحالة تعويضها بعد هذا الارتفاع في السعر الذي لا يعني أي زيادة في ربح الفلاح، الذي يبقى هو الآخر خاسرا وعاجزا عن تحمل المصاريف، وهو اليوم مرغم على ماذا؟ مرغم على الانسحاب، الذي حقق استجابة كبيرة وسط المربيين، ولم يعد يسمع صوتا للدجاج في المستودعات. والفلاحون يؤكدون أنهم أمام أكبر أزمة يعرفها القطاع، الذي ظل محل صعود ونزول، وهذه المرة الأمور تعقدت كثيرا، والدجاج المنتج محليا قد ينقرض ويغيب عن الأسرة الجزائرية. فهل يا ترى هنالك بديل يعوض البيوت الجزائرية ومائدات الطعام الجزائرية بشيء آخر في مكان يعني الدواجن، اللحوم البيضاء؟ فبالنسبة للحوم الحمراء سعرها فوق 100 دينار، يعني 200 ألف مثل بنقولوا بالعامية 120 ألف. بالنسبة للأسماك أيضا ارتفاع كبير، فقط أرخص نوع من السمك السردين يعني سعره يتراوح ما بين 40 إلى 45 دينار جزائري. ربي يكون إن شاء الله في عون جميع الشعب الجزائري وفي عون الفلاحين. وصلنا إلى نهاية الفيديو، لا تنسوني فضلا وليس أمرا بالإعجاب، الاشتراك، تفعيل الجرس على الكل كي يصلكم كل جديد بإذن الله السميع العليم. ندعو إن شاء الله أن تمر هذه الأزمة على خير، لأنه كل رابح فيها هو خاسر، لا يوجد رابح سواء الفلاح أو المواطن.